السلام الله عليكم اخوتي اخواتاتي ومرحبا بكم في قناتكم وفي قصة جديدة. تخيل راسك عايش في مراكش ديال 1906، المدينة القديمة، الزحام ديال الاسواق والريحة ديال العطور والتوابل والاذان كيأذن في الصومعة ديال الكتبية. كلشي كيبان عادي، ولكن الداخل ديال هاد الاسواق الساحرة كان كينبت واحد الرعب حقيقي. رعب خلى العيالات يخافوا يخرجوا من ديورهم، والرجال يشدوا ولادهم وبناتهم بحال اللي غادي يهربوا. ظرف شهور قليلة بدات كتوقع حاجة غريبة وغامضة بزاف. العيالات والبنات كيتوضروا، كتخرج البنت تقضي غرض في السوق وما كتعاودش ترجع. نات القربالة في المدينة والاشاعات كثرات. الناس بداو تيقولوا باللي كاين جن كيخطف العيالات، ولا شي عصابة ديال الزهريين جات للمدينة، ولكن الحقيقة كانت بعيدة بزاف من هاد الخرافات. الصدمة هي ان المجرم ما كان شغول وما كان ساكن في مغارة مهجورة. كان راجل وقور لابس جلباب نقي، اللحية ديالو بيضاء وكيبان درويش وحافظ 60 حزب. جامع الفنا كان واحد الراجل كيسلموا عليه الناس بحرارة كل صباح وكيقولوا ليه الله يعاونك الشريف. هذا هو الحاج محمد المسفيوي الخراز اللي تحت الحانوت ديالو الصغير كان مخبي واحد الاسرار دموية صدمات المجتمع المغربي القديم. اليوم غادي نعيشوا التفاصيل الكاملة ديال هاد القصة المرعبة، كيفاش كان كيطيح الضحايا ديالو في الفخ، وشنو السر اللي فضحو، وكيفاش كانت النهاية الأسطورية ديالو اللي بقات مسجلة في التاريخ. جلس مرتاح وركز معايا، حيت هاد القصة غادي دير لك الشقيقة في الراس. محمد المسفيوي ما كانش مجرم عادي، كان ذكي وخطير في التخطيط. كان عنده واحد الحانوت صغير ديال تخراز في قيصرية مراكش، وكان كيكري واحد الدار تانية قريبة باش يدير فيها بعض الاشغال. الناس في الحومة كانوا كيشوفوه راجل متدين، ديما غادي للجامع، صلاته في وقتها وكلامه ديما فيه الله يرحم الوالدين وتبارك الله. هذا القناع ديال الوقار كان هو السلاح السري ديالو. ولكن المسفيوي كان كيعرف باللي الراجل واخا يدير ليديه الحنة ما يقدرش يستدرج العيالات بوحدو في داك الزمان. العيالات في 1906 كانوا حذرين وما يتيقوش في البراني بسهولة، وهنا طاحت عليه واحد الفكرة جهنمية. المسفيوي خصو شريك، وخصها الشريك يكون مرأة وماشي اي مرأة، خصها تكون مرأة كبيرة في السن، حيت المراوات الكبار في السن كيعطيو الامان للفتيات. هنا بانت في القصة واحد المرأة سميتها رحالي، كانت مرأة ميت فيها الضمير، على قبل الفلوس، طماعة ومستعدة دير اي حاجة. المسفيوي جلس معاها واتفقوا على خطة شيطانية. رحالي غادا تكون هي الصنارة اللي كتصيد، والمسفيوي هو اللي غادي يذبح ويخبي الآثار. الخطة كانت واضحة وسهلة، الهدف ماشي غير القتل، الهدف هو الذهب والحلي والفلوس اللي كيكونوا مع العيالات المسورات. رحالي بدات الخدمة ديالها، كانت كتدور في الأسواق كتشوف البنت ولا المرأة اللي باينة من اللبسة ديالها والذهب ديالها باللي راها بنت دارهم وعندها الفلوس. كتقرب منها بواحد الوجه باشوش وتبدا تدعي معاها ابنيتي الله يرضى عليك، ما شاء الله على زينك. وبالهضره السلسه كتبقى حتى كتكسب الثقه ديالها. من بعد كتطلق ليها الفخ وكتقول لها ابنتي عندي لك واحد الهمزه ما كتعوضش. واحد الخراز قال لي بلي جاب شي قفاطان دقه قديمه ديال الحرير والبروكار، وثمن رخيص بزاف حيت باغي يبيع ويخرج من الحانوت. اجي معايا دابا تشوفي قبل ما يدوزو عليهم العيالات الاخرين. الضحيه مسكينه بالفضول وطمع الهمزه الرخيصه كتقول لرحالي يلا خالتي ورينا هذا الخير، وما كانتش عارفه بلي هذيك هي اخر خطوه غتخطيها برجليها في هذه الدنيا. غير كتوصل رحالي والضحيه للحانوت ديال المسفيوي، كيكون هو موجد كلشي، كيرحب بالبنت بكل ادب واحترام ويدخلها للحانوت ولا للدار الثانيه اللي كيكريها. وباش يزيدوا يطمئنوها رحالي كتقول لها قلت يا بنتي ترتاحي من المشيه ديال السوق، نشربوا شي كاس ديال اتاي هو الاول وعاد شوفي السلا. هاد الكاس ديال اتاي ما كانش اتاي عادي بالنعناع، كان عامر بالعشوب والمخدرات القويه اللي كان المسفيوي كيجيبها ويدقها بيديه. البنت كتشرب الكاس وهي فرحانه، ولكن في ظرف دقائق قليله
الراس كيبغي يدور والعينين كيتقالو والجسم ديالها كيترخى حتى كطيح الارض مغيبة على الوعي بلا عقل ولا حركة. تما كيطيح القناع ديال الحاج شريف. المسفيوي كيتغير وجهه وعينيه كيشعل فيهم الطمع والشر وكيهز جنوي وكيقرب من الضحية وهي مغيبة بلا أي رحمة وبدم بارد بحال اللي كيذبح دجاجة كان كيذبح هاد العيالات والبنات من الوريد حتى الوريد. من بعد ما كيسالي الدم كيبدا الجزء الثاني من الجريمة، كيحيد ليها كاع الذهب اللي لابساه في عنقها ويديها وكيقلب جيوبها وياخد الفلوس والقفطان الغالي، ومن بعد كيهز الفاس ويبدا يحفر حفرة غارقة تحت الارض ديال الحانوت ولا وسط الدار وكيدفن الجثة ويرد عليها التراب ويزيد يبلط من فوق منها بالطين والاسمنت باش حتى واحد ميشك وباش الريحة ما تخرجش للشارع. تما كيطيح القناع ديال الحاج شريف. المسفيوي كيتغير وجهه وعينيه كيشعل فيهم الطمع والشر وكيهز جنوي وكيقرب من الضحية وهي مغيبة بلا أي رحمة وبدم بارد بحال اللي كيذبح دجاجة كان كيذبح هاد العيالات والبنات من الوريد حتى الوريد. من بعد ما كيسالي الدم كيبدا الجزء الثاني من الجريمة، كيحيد ليها كاع الذهب اللي لابساه في عنقها ويديها وكيقلب جيوبها وياخد الفلوس والقفطان الغالي، ومن بعد كيهز الفاس ويبدا يحفر حفرة غارقة تحت الارض ديال الحانوت ولا وسط الدار وكيدفن الجثة ويرد عليها التراب ويزيد يبلط من فوق منها بالطين والاسمنت باش حتى واحد ميشك وباش الريحة ما تخرجش للشارع. هاد العملية البشعة تكررت مرة وجوج وثلاثة وعشرات المرات. المسفيوي ورحالي رجعوا بحال شي آلة ديال الموت، كلشي خدام بدقة وسرية تامة. والغريب في الأمر هو أن المسفيوي كان من بعد ما يدفن الضحية يخرج يغسل يديه يلبس الجلابة ديالو ويمشي للجامع يصلي العصر مع الجماعة ويستغفر بحال اللي ما دار والو. طمع مالي عينيه وقلبو رجع بحال الحجار. 36 مرا وبنت طاحوا في هاد الفخ و36 عائلة شتات وبكات على ولادها اللي غبروا في ظروف غامضة. ولكن كيف كيقول المثل المغربي القديم، إلا جمعت السحاب ضروري كطيح الشتا، والمجرم واخا يطير ربي كيبين الحق. واحد النهار السحر انقلب على الساحر. واحد البنت شابة توضرات، ولكن هاد المرة العائلة ديالها ما بغاوش يسكتوا ويستسلموا للإشاعات. لعبوا الإخوة ديالها قلبوا عليها في كاع القناة ومشاو عند كاع صحاباتها وجيرانها، بقاو تابعين الخيط حتى لقاو واحد الجارة عطاتهم الخيط الغالي. هاد الجارة قالت لهم بأنها شافت بنتهم غادية في السوق مع واحد المرأة كبيرة في السن. هاد العائلة مشاو نيشان عند المخزن، والمخزن تحرك وقبضوا على رحالي على غفلة. داروا معاها التحقيق، وفي الأول بدات كتنكر وتحلف أنا خاطيني، أنا غير درويشة كنسترزق الله. ولكن مع الضغط والزيار والتهديد بالعقوبة ركابيها فشلوا تماما، وبدات كترتجف وطاحت في الأرض وبدات كتبكي. كانت كتبكي وكتقول أنا كنت غير جارة ليها والمسفيوي هو اللي ذبحها وذبح كاع العيالات. هاد الاعتراف نزل بحال الصاعقة على رجال المخزن. مشاو بسرعة البرق حاصروا الحانوت ديال الحاج المسفيوي والدار الثانية ديالو. الناس ديال مراكش تجمعات بالآلاف، كلشي باغي يعرف اشنو واقع لهاد الحاج المحترم. المخزن جاب الفؤوس وبدا كيحفر تحت الارض ديال الحانوت والدار، ومع كل ضربة فاس كانت الصدمة كتكبر وبدات كتخرج ريحة خانزة. ومن بعد بداو كيبانوا الجثات جثة ورا جثة، هياكل عظمية وبقايا ملابس العيالات اللي توضروا. الناس اللي واقفة بدات كتبكي بالصدمة، والعيالات كيزغرتوا ويغوتوا بالمرارة. في المجموع لقاو جثات ديال 36 مرا وفتاة. المسفيوي تقبض عليه في البلاصة، حيدوا ليه الجلباب والعمامة، وبان الوجه الحقيقي ديال الشيطان اللي كان مخبي ورا لحيته. اعترافاته كانت باردة وصادمة، قال بلي كان كيدير هاد الشي غير على قبل الذهب والفلوس. المحاكمة في ذاك الوقت كانت سريعة، حيث الجريمة هزت الرأي العام الوطني وحتى الدولي، لدرجة أن الصحافة الأجنبية كتبات على هاد القضية وسماوه سفاح مراكش. رحالي حكموا عليها بالموت، ولكن بسبب الرعب والجلد
والكبار السن ديالها ماتت في السجن قبل ما يتنفذ فيها الحكم علنا. أما المسفيوي فكان خصو عقاب يكون عبرة لكل واحد يخمم يغدر بالناس ويسفك دم الأبرياء. في الأول القضاة بغاو يصلبوه ويقطعوا ليه الراس، ولكن القناصلة الأجانب اللي كانوا في مراكش ذاك الزمان احتجوا وقالوا بلي هاد الطريقة بشعة بزاف. هنا المخزن لقى حل عبقري ومرعب في نفس الوقت، غادي يتدفن حي. وفي يوم 11 يونيو 1906 جابوا المسفيوي لوسط واحد الساعة في مراكش، جمعات أمة لا إله إلا الله، عائلات الضحايا والناس اللي بغات تبرد غدايدها. بناو ليه سياج وضريح من الطوب والإسمنت وخلاو فيه غير تقبة صغيرة باش يتنفس منها ويسمع غوات والسبان ديال الناس. دخلوه لوسط داك القبر الإسمنتي وهو واقف، وبداو البناية كيسدو عليه بالطوب والقبس حجرة فوق حجرة. المسفيوي في ديك اللحظة طارت منه البرودة وبدا كيبكي بحال الدري الصغير كيتعذب ويطلب السماح ويغوت العفو العفو، ولكن تا حد ما رحمو، حيت هو ما رحم حتى وحدة من الضحايا 36 ديالو. سدوا عليه القبر تماما، بقى المسفيوي وسط داك الجدار الإسمنتي يومين كاملين. الناس كانت كدوز من حدا الحيط وتسمع الأنين ديالو وصوته هو كيموت بالتدريج بسبب العطش والجوع ونقص الأكسجين. حتى النهار الثالث سكت الصوت نهائيا، مات المسفيوي مخنوق ودافي الجدران، ومات معاه وحدة من أبشع الصفحات الإجرامية في تاريخ المغرب القديم. القصة ديال الحاج المسفيوي كتفكرنا ديما باللي المظاهر خداعة، وباللي اللي كيدير الشر وخا يطول الزمان ضروري ما يخلص، وحبل ديال الكذوب والفلوس الحرام قصير بزاف. وهنا كتوصل خوتي خواتاتي القصة ديالنا النهاية ديالها، وكنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناة وتدعمونا باللايك والبارطاج. والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم في رعاية الله.